بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن فيلم الناصر صلاح الدين بين التاريخ والمعالجة السينمائية. فيلم الناصر صلاح الدين من أشهر أفلام السينما المصرية التي تناولت شخصية من أكثر الشخصيات شهرة في التاريخ العربي والإسلامي، وهي شخصية صلاح الدين الأيوبي الذي طالما تطلعت إليه الشعوب الإسلامية كمثال يحتذى به في الزعامة وتوحيد الشعوب العربية وقيادتها للخلاص من التهديد الخارجي. ولقد لعب فيلم الناصر صلاح الدين دور كبير في تعريف الأجيال المتعاقبة بهذه الفترة الحاسمة من تاريخ المنطقة، وأهم الأحداث والشخصيات التي لعبت أدوارا مؤثرة في تلك الفترة. لذلك وجدنا أنه من المهم أن نبين ما ورد في الفيلم من أحداث وشخصيات هي في الحقيقة شخصيات وأحداث تاريخية واقعية، وما تم إضافته من شخصيات وأحداث أخرى ليست حقيقية وإنما من وحي المعالجة السينمائية. نبدأ أولا ببيان الشخصيات الحقيقية وتلك التي من وحي كاتب السيناريو. فشخصيات صلاح الدين الأيوبي وأخيه العادل وإرناط وريتشارد قلب الأسد وفليب أوغسطس وكونراد دي مونفرات هي بالفعل شخصيات حقيقية تاريخية. أما الشخصيات السينمائية التي لا علاقة لها بالتاريخ فهي فرجينيا الجميلة ولويز قائدة الهوسبيتاليين. أما عيسى العوام فعلى الرغم أنه كان هناك بالفعل شخصية تسمى بهذا الاسم، إلا أنه كان في الحقيقة شخصية مسلمة ومات غرقا أثناء حصار عكا. ثم نأتي إلى الأحداث التاريخية، فنذكر من أحداث الفيلم ما لم يرد في كتب التاريخ. أولا المبارزة الشهيرة التي حدثت بين صلاح الدين الأيوبي والسفاح إرناض هي من قبيل المعالجة السينمائية. فطبقا لكتب التاريخ عندما أحضر إرناط إلى خيمة السلطان مكبلا في أصفاته، قال له صلاح الدين: ها أنا أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ردا على قول إرناط للأسرى المسلمين الذي أسرهم عندما خرق الهدنة وهاجم قوافل المسلمين الآمنة. فعندما ذكروه بالهدنة الموقعة بين صلاح الدين وملك بيت المقدس قال لهم: قولوا لمحمدكم يخلصكم. ثم عرض صلاح الدين على إرناط اعتناق الإسلام فأبى إرناط، فأخذ صلاح الدين خنجره المعقوف وضرب ذراع إرناط ففصله عن كتفه، ثم قامت حاشية صلاح الدين تقطع رأسه. ثانيا وكذلك فإن إصابة ريتشارد بسهم عربي مسموم بمؤامرة من الدوق آرثر هي أيضا من وحي خيال كاتب السيناريو. ثالثا وبالطبع فإن قصة الحب بين عيسى العوام ولويز ونهايتها السعيدة هي من قبيل المعالجة السينمائية. أما باقي الأحداث الرئيسية في الفيلم فهي بالفعل حقيقة وفقا لكتب التاريخ التي تناولت تلك الفترة، ولكن هناك أخطاء أخرى لا وجود لها في كتب التاريخ، مثل ذهاب صلاح الدين لعلاج ريتشارد قلب الأسد، وذهاب صلاح الدين لمقابلة ملوك الفرنجة لعرض السلام عليهم، وهذا بخلاف الأخطاء في الإخراج السينمائي ذاته، مثل مشهد صلاة المسلمين يخالف تماما طريقة الصلاة من حيث وقوف المصلين متباعدين في المشهد وتكبيرهم بصوت مرتفع جماعي مع كل ركوع وسجود. ومشهد الحج المحرم وهو يمر من فوق الكاميرا التي أظهرت ارتداءه لسروال خلاف الإحرام الذي لا يجوز أن يكون محيطا. ولغة الحوار التي هي لا عربية فصحى ولا عامية مصرية. فعلى سبيل المثال: إن عيناي تعبت من التغميض، أظهرت بالذوق أفضل لك، أنت أسرتي، أنت داهية للسجن فلا داعي لتزويق نفسك يا فارسة، صدقني والي عكا. أما الشخصيات الموجودة في التاريخ لكن بأدوار مغايرة فمنهم والي عكا الذي لم يكن خائنا كما في الفيلم، وعيسى العوام، وريتشارد الذي لم يكن رجلا نبيلا كما أظهره الفيلم، وأخيرا شعار الدين لله والوطن للجميع الذي ظل أحمد مظهر يردده لم يكن له وجود على عهد صلاح الدين. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.